بص يا عمي، انا جايه اطلب ايده قبل ما حد غيري يتكلم عليه، لاني بصراحه بنام بحلم باليوم اللي نعيش فيه سوا ونتنفس نفس الهوا. كده قدام امك ولا هممكي؟ ده انت لو معيوبه مش هتتقدمي زي الدكر في الخطوبه. الدنيا جرى فيها ايه يا ولاد؟ يا حاج المثل بيقول لك اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، واحنا كمان هنجيب كل حاجه من اوضه النوم للتلاجه. سلوا بلدنا كده. ما هو برضه المثل بيقول لا العمشه بتبور ولا مسحلول. استني ما اكلم الواد. يخرب بيتك هتفضحنا يا ابني. انت عامل ابويا وطالع على الناس من غير عمه وعامل سشوار. احترم الجوازه والمشوار، دول من سنجها بلد الدلع والمنجها. استنى انت، الموضوع في إلنا وهيبهوج منا. يا عم انت مالك؟ انت عامل دور ابويا وبتمثل. هتظبط الكلام ولا اجيب حب رمضان مكانك واوردرك يتكنسل؟ غريبه يا حاجه، البيت هتموت على الواد وهتجيب كل حاجه، مع اني شايفها جمال بنات المنصوره وعباب بنات ابو كبير. ملهوف على الواد كانه فرخه وهيطير. بصراحه انا حبيته من اول ما شفت معاملته مع مراته، فقلت اتجوزه واخليه يحلف بحياته. ده راجل جدع ومالوش مرتجع ولازم يتدلع. يعني عارفه انه متجوز وهتتجوزيه وكمان هتجيب العافش وتقسميه مع القديمه يوم بيوم. شكلك هتدخلي من غير فرح وقلبوه. والله لما نتقابل هناك هتعرفوا السر، وفي الاول وفي الاخر كل واحد حر. يا حاج الموضوع مش مستاهل، الواد ابننا يستاهل. قوم لما نروح هناك هنشوف. يا بنت انت متاكده ان انتوا هتدفعوا ثمن العفش ولا وجد الحساب هيبدا الجافش؟ ده سلو بلدنا، العروسه حدنا هي اللي بتشتري العفش عشان نعيش على جدنا، احنا بنشتري راجل. استنى اما اكلم لولو. احلى مسا على الانسه ومدام المستقبل. مع اني نازل بعد كام يوم، بس لما بسمع صوتك ببقى عايز انزل اعوم. بس اعمل ايه؟ الميه مبلوله والكباري مقفول. شد حيلة الجواز بيكلف. هات التليفون ده ما اشوف الواد ده عامل ايه. انت يا ابني عامل للبيت ده عامله ولا هي مخها جد النمله؟ البت بتتمنى لك الرضا والطاعه كان اخد ياسمين عايز في الرضاعه. ايه الحوار؟ يا عم لا حوار ولا سر، هي البنات تحب اللي يكرفها من غير ما يجرفها. واهم حاجه لما تحكي لك قصه الاكس خان تسمع وتعمل مصدق وتديها الحنان. طب سلام يا علاء. يا بختك يا عريس، بكره تخش وتهيص. ده العروسه جايبانا النجي وهي اللي بتدفع. اهي دي الجوازات اللي تنفع. ارزاق في زمن مش فيه اخلاق. الجر قدامي خلينا نكمل. نجي الركنه فخمه وشجيه وسيب الباقي علي. اهم حاجه نتمم الجوازه ونفرح بالجهاز. ده الحب بيحلو بالكرسي الهزاز. قال لها سؤال، الاوضه دي تركيب ولا لحام؟ اصل الواد ابني بيحب الشجلب وهو طالع من الحمام. طمني. ده نساء لو شايفه العروض على النت. دي اوضه متينه بتسندل وتسد. لا بالصلاة على النبي، السرير سفينة والمرتبة سوست. لما ريح شوية الوسط. أنا اخترت الأوضة دي، حملها. دي أرخص أوضة على الموضة، 19,900 عزتك واحد، وتشرف كل واحد، والخامة فخامة. حتى اسأل ماما. عشان كده أنت اخترت تدفعي تمن الأساس والوقت في مصاريف الدهب والرجاز ينداس. لا مش الفكرة، بس أنا بحب أختار العفش منين أسعارهم ما تقبلش منافسة والنفسنة. كيدهن عظيم. على العموم مبروك، أهم حاجة الواد يتجوز ويروج. بقول لك ايه يا حاج، ما تغيرني العفش وانا ادفع معاك ما تخافش، وعقبال البكاري. معارض مصطفى عزوز عاملة عرض الأوضة الشقية ب 19,900 وفي منها أطفال ب 13,900. للتفاصيل صفحتهم تحت الفيديو.